السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند ساور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه فعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. والله انا من الناس اللي كانت دايما بتقول الكاتشب ما يتعملش في البيت. المايونيز بيبقى روعه في البيت، انما الكاتشب ده مستحيل وما كانش بيظبط معايا لغايه ما ظبط هنا. بجد بجد حقيقي لا يمكن حد هيفرق عن الكاتشب اللي بيتعمل بره بطريقه هتشوفوها هتعجبكم جدا. الفرق بقى ما بين القوام هنا حاجتين: لو انتوا عايزين تتقلوه على النار اكتر من كده تقلوه، بس انا ما حبيتش. ثانيا المواد الصلبه اللي محطوطه في الكاتشب الجاهز اللي انا ما اعرفش هي ايه، بس هي نسبتها كبيره جدا. تقريبا يعني لكل 100 جرام مش عارفه 3% مواد صلبه. فيعني ده الفرق. لكن لما هتجربوا ده لا يمكن هتشتروا بتاع بره تاني، وممكن كمان تعملوها شويه. بنجيب كيلو من الطماطم. انا جربت في كيلو من الطماطم، وعلى فكره انا ما كنتش عامله قبل كده، دي كانت اول مره بجرب وقلت اشوف الدنيا فيها ايه. جبت كيلو من الطماطم، حطيت فيها الميه وسبتهم يغلوا مع بعض. هسيبهم مع بعض على نار متوسطه لحد ما الاقي ان ابتدت القشره تفصل عن الطماطم، عن اللحم نفسه بتاع الطماطم. قدامنا حاجه من التلاته: يا اما بالهاند بلندر وهي في الحله كده وسخنه، يا اما في الخلاط لو الخلاط بتاعنا بيستحمل سخن على طول نحطها، او نستنى لما تهدى، او في الكبه. اي حاجه من التلاته نضربها. بعد ما بنضربهم بنصفيها كويس جدا من القشر ومن البذر، بنحطها في مصفى ونبتدي نصفيها. ده شكلها وده قوامها. حاولوا تخففوا الميه على قد ما تقدروا علشان ما تاخدش منكم وقت كتير وهي بتتسبك كده. اول ما هتبتدي بقى تغلي هروح مهديه النار وسايباها تعيش مع نفسها لغايه ما تقسر بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. كده تمام. طيب هنبتدي بقى نضيف ايه؟ نص معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من البصل البودر، نص معلقه صغيره من الثوم البودر، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، قرنفل 1 أو 2. بتحط، انا حاطه هنا 4 فكان واضح قوي ومركز قوي، بس كان حلو يعني بالنسبه لي انا بلعته، لكن القرنفل يعني قللوه، هو 1 أو 2 بالكتير قوي. تلت كوبايه من السكر، نص كوبايه من الخل، ودوبت معاهم كمان معلقه صغيره من النشا وقلبتها كده تمام وسبتهم يغلوا مع بعض. طيب انا اعرف منين بقى ان تمام؟ طول ما هو لسه عمال ينزل ميه كده، شايفين لما بقلبه كده بينزل ميه، يبقى هو لسه. استنى عليه شويه وافضل حطاه على النار. بصوا بقى المعلقه، بصوا هو ثابت ازاي، مش منزل ميه ولا اي حاجه. كده هو تمام جدا واستوى معانا. مقادير سهله جدا ايا كان سعر الطماطم. يا رب يعني لو هي حتى زي ما هي دلوقتي كده مثلا ب15 جنيه، الكميه اللي هتطلع لكم. بصوا شايفين الطبق ده؟ انا بصراحه ما وزنتهاش بس الكميه رهيبه. يعني شوفوا هتشتروها بره بكام. انا الكيس اللي انتوا شايفينه ده اللي هو بيعمل معلقه كبيره ب1.50 جنيه. يعني ده بندخل ده مع البطاطس ومع وصفات والتتبيله. يعني مش قادره اقول لكم هتوفروا قد ايه الكميه. مفيش اجمل من كده. عايزينه اتقل خلوه على النار اتقل، بس انا بصراحه وهو سايل كده ولسه هيبرد لا جو تاني. اتمنى الفكره تكون وصلتكم. اشوفكم في فيديو تاني.